هذا السفر النفيس الذي يعالج علما جليل القدر عظيم الشرف، علم مصطلح الحديث، تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي. ذيون الكتاب إسعنا زل ذم قرآن أخطر إفكار ثموسني ذي ثالة ثيس سناث ذي شرعيث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تجد ليث 19 ذي شرح كتاب التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي. المتن جايث مثلا هذا المتن التبصرة والتذكرة متن جامع لعلوم الحديث. ذيون المتن يدي جمعا أكوير جزما دينيض التركة للنبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبوة بكل ما فيه من تفاصيل. المصنف يروح الحديث المرفوع، يخسر من الحديث المرفوع، الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المنقطع، الحديث المرسل. ثورة كاينة كاين المصطلحات النية كيلا نسل ثورة تنسين علميا أثنتنسين. ما هو الحديث المرفوع؟ يقول المصنف في البيت 95 وما بعده، البيت 95 يناد: وسم مرفوعا مضافا للنبي. أثنفكر التعريف. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أمشي نسلو كثر الخطباء المفتون الأئمة ذي المنبر يا خي لا نسال بلا ما ينادى على فلان عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أين خدمة ثورة وجسم الرفع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يسمى بالحديث المرفوع. طيب، ولكن في تعريفه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الحديث المرفوع. ولكن ننتبه جيدا، أنواعه إذن قد يكون الحديث المرفوع قوليا، قد يكون الحديث المرفوع فعليا، كقولنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا وكذا. نقول لك الطواف بدأه النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود، وقي فعل بدأه، وقي فعل، كما قال علي بن أبي طالب: بدأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الميراث بدأنا بالدين قبل الوصية. هذا فعل، موش قول، هذا فعل. وإن كان في الآية الوصية تسبق الدين من بعد وصية توصون بها أو دين، ذكرت الوصية قبل الدين، ولكن في الحقيقة الدين قبل الوصية. وهذه الفتوى. نعطيك الدليل، نقول: قال علي بن أبي طالب: بدأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. يعني أمذن مريمث أذك سنطلع بين السقفل، وبعدين طبقا للتستامو، تستامو الوصية أبري الديون ونصرح على الوصية أمي نزور ذي طلافة، خاطر طلافة ما ثبيك تريكة بقى على خير. زين أدي يسوينا صاحب الوصية
أكيني سيغ وصية تيستامور نوتير أسيني زيرو لا تطبق ولاش أدسن لي زيريتي الورثة سين ولاش لم يترك الدين ما ترثون فالتركة مستغرقة تروح أي ضحكة كان سيدك ياكو مفتينا في العالم الإسلامي أكيني نزوير ديال الطلابة ديال اليدات نكوني مغار نغمر نطلني ون ديت مقبرت أكيني وين سيت سايلا وين سيت سلاسنا قلاغدا وهذا الشرعي ميزمر يون دينا وريسين لا شرع لا قبايليت روح انت ساك لا ثا شرعي ثلاثة جدي لا قبايليت بدعة مش هكا ذي الحيف ذل يجرحني ذيني مدني ذي الحيف خاطر ذي الحيف ولا شاثا مسني لا تصرف قال لحظة قال والو إلا من رحم ربي ونتسحرارا أما السعد بن ودي صحراء ووال الجماعة زيك يحفظ تقيم الجماعة إن شاء الله ودي تصوضر ووال إيه يعفو ربي يعفو يون وياكم إيه إلا يون يا رثا يحظى ذاك يجارنا إن ياك بارك الله فيك من سميثار إن ياك الصروة والحيفي الحيف هذا غاية ما تخدمي الكوراج على بالك سوا ولاكي تزرم دي زمان في عليه الصلاة والسلام أنو ديفتون تنسى اسمي يموت الصحابة أدسيون السؤال شغل تنطيشتا أذكن السؤال يون أثي رواية ويت سارة رواية سيقار إن شاء الله هور ديوال الغوري خاطر فيك ودي الزيوة ولا ديوال الغوري ها أسينا يضافتنا يا عمر بن الخطاب أسينك خاطيني الفتوى وليث أبو بكر الصديق وليث كان معاذ بن جبل معاذ يتزيد ووال خاطر في التهافين إثورة بسم الله ما شاء الله يا أخي ثورة صافا حاصل ثورة صافا مليح هذه قمر السمثة شوية اللاتاي هذه طفى بورطابل هذه يفتو شحال الشيخ هذا سنور ونمدن اشيني والله بغاك ذا هو الفتوى معنى غريغ ديال اليوتيوب غريغ ديال الفيسبوك غريغ الفتاوى نشوش انت قرويس ادي روح روح مشوشه ادي روح ذا موضين وروح في السيت لذلك الحديث المرفوع عن الناد قد يكون قوليا قد يكون فعليا كما ذكرنا الآن أمثلة وقد يكون تقريريا المعنى يس أدين تقيون صاحب يشيني حضر غي ونواس يوثن تمثالت أصحفي ينادنا يخدم حاجة يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ونفي سسم سكت سكوته تقرير إقرار المعنى سين كونفيرماسيون خطر النبي عليه الصلاة والسلام هل يسكت على باطل؟ لا يسكت على باطل كسوكسي المخيك ثاقياكو صافي مادام يسوسم معني قبليت نعطيك ولكن وقد حضر النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم يلصى مي قلصى صافي قبليت عمرو بن العاص حكاون سيد اسمي الزول ستيمون انا عمه الزول الجيش كامل ذي الامام نتستيمون السؤال هل يجوز؟ الجواب يجوز اسمي وذ الخبر النبي عليه الصلاه والسلام يستقساث الشتوى ولا مش يعني ذي الدوش يرفع الجنابه وكذا إنيس الزول ستيموم إنيس قال الله تعالى يعني القرآن دين زن في الله لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إذ غايد الصنفي صلى الله عليه وسلم أكد الصنف كثير كنوين ولله المثل الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى المعنى تبسمه إقرار وإجازة ثقي حديث مرفوع تقريري عن عمرو بن العاص إلى الحديث نظن حديث مرفوع لصفة خلقية أو خلقية أشيني مثلا نكونين سوالي النبي صلى الله عليه وسلم
ما يصافح يون يتوالي سوذميس في الهنا غوث الهارة السي البشير يعني روح السلمة في الليل أروح ثوان خدمة سنة اللي جست ثورة ما تسينا ننفي هاثا وذم سقوذ ثلها كوتي بسيكولوجيك ما تبغى فهمك انت تبغيض سمحي قيم كا أودا فوسيك ثورة أودا فوسيك لا لا ما حضرش ذيريت باش تسنمحو أسنعيوذ يلا ما شاء الله بارك الله فيك صافي تقي تصرف كان غلا يا خلو غلا ماذا الحذاقه غلا اي غير جوزنا حرشن الحذاقه الزرفي وحذيق الزرفي وحذيق الحذاقه اي غير نكوني سمحتي والله غالب ثا شرعيت الجديثه اللعب انت تقولها وندي المخ دي كلش ما دين دادا شو المعنى زاد نقدر غلا يما توعظ يوم يساوى يكما مقارنه في سميس كانك الزاي إلا قد يقدر لا يرى الشيء لا قد يقدر فكيد الحذاقة ودقرا هذا الحاسين هذا الحرام إما أن غاس سيسميس كان الحرام وش هذا الحرام مش نقرا حذق ميس ضيونا لي ذي النيفو أكي صوب يعني هذا أكي صارقي ذا العباس الناس العباس ذا عم سنن في صلى الله عليه وسلم مقر فلاس ذي العمر يغلبي ذي العمر يستقسات يونس صحفي إنا سنوكي مقارن كيتش نظر الرسول إلا كان سينا كي مقارن الجواب صحيح نسيكي مقارن ديال العمر الزايف اللاس إنا يس الرسول مقر في اللي إن كيني لول غد قفليس هذا نتفرع الزاي ديني إنك مقرر في الرسول الزاي إنا يس مش قال سقبيث إكرد ميسي السلقض نغا كردو وفروخ السلقض السلقض وعران إن يس الرسول مقر في اللي إن كيني لولغد قفليس يبض يسوينس الهدفينس بلا إن يس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله إذا غتفرع وحدس إذن هذا الحديث يسمى الحديث المرفوع ثوران نوحى كتاب التمهيد كتاب التمهيد وثيلا ابن عبد البر القرطبي يسعى كتب مهمة يسعى كتاب التمهيد يسعى كتاب الاستذكار اتصل كتب ساعة ماذا قال أشو دينا ركزوا معي قال ابن عبد البر في التمهيد الحديث المرفوع يتحدث عن هذا قال هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم معنى بعدين وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا السؤال العلمي الحديث المرفوع هل بالضرورة هو متصل الإسناد؟ لا نسمع آلاف المتحدثين في الإفتاء أو في الخطابة أو في أي مجال يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحكم هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام معنى أضيف إليه ولكن السؤال هل الحديث المرفوع بالضرورة يكون متصل الإسناد؟ الجواب لا قد يكون متصل الإسناد وقد يكون منقطع الإسناد وهنا يبدأ العمل أدغل ابن عبد البر اختزالا إن هو ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون متصلا مثل في مثال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فقي من الأحاديث اللي وصلها عادي يبغي يصير موطأ في نفس الوقت يسعد ياخذ رسالة لأنه هو قطب مالكي خدم المدرسة المالكية خدمة جليلة يبود ونموذج للحديث المرفوع المتصل الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أحاديث كثيرة وردت بهذا السند هي موجودة في الموطأ
لانت في العبادات وفي المعاملات على فكرة. فهذا حديث مرفوع متصل الإسناد. ولكن ممكن يكون الحديث المرفوع منقطع الإسناد. في هذا نموذج في الموطأ عن مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله، فهذا مسند. هذا الحديث مسند، يعني السمحي ومما بثاقي ذكرته هو أيضا حديث مسند. وقد يكون يعرفون الحديث الأول منقطع متصل وجي مسند وجي منقطع، الأول متصل والثاني منقطع. أعيد، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وجي الحديث ذي الإمام ابن عبد البر القرطبي ذن سجنوذان المديوفة اتصال السند، ولكن ذي الرواية النظام ولا الشياك إلى الانقطاع بين الإمام مالك وابن عباس. ابن عباس ده صحابي، ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة الإسلام، ولكن بعد ذلك أسنده أي غير خطر يفز أمشي يجبر، فصار حديثا متصل الإسناد بعد ذلك. ثورة أن نروح الحديث المسند ذي الأبيات 97 وما بعدها، ذي كتاب التبصرة والتذكرة. ذا شو دينا المصنف؟ والمسند المرفوع أو ما قد وصل، والثالث الرفع مع الوصل مع إلى آخره. ذا جايث مثلا باش كان غادي يفقن باللي الحديث المسند يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه. يعني المنتهى هو النبي صلى الله عليه وسلم. عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثيكوال ودن في الدرارة العنعنة يجي اختزالا، وما تشي شرط من سل الإمام يناد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسينا حبس كان قبل تكملض في كاغد السند. لا، تجي من الناحية العلمية من الناحية المنهجية ليس شرطا. كما كنت أقول لكم دائما مثل الطبيب باش يخدم لوردونونس دايا وسقرر خدمي كونفيرونس 4 سوايع يتفهمض أي غد تخدم الدوايا ياك ودواياك ودوايا أكيد نروح روايض نكون ستوفا غير يا خاكي وكون نخدم نروح الطبيب غادي يخدم دايا أصبح سا جونيور ارشيتكت العلمي غرا ياك انت المخيس يخدمي ثاطاس اكيد في كان بلان داين. السلام عليكم صحاب جيني سيفي، لكن شحال تخدم بوزاله شو نسيمانه بيطون ماشي لقاني السين كلش. المهم مثل الثقه، هناك العلم يورث الثقه، خاطر لو كان ولاش العلم ما يمكنش تصوى الثقه. ولاش مثلا كيف لافيون ناس سمحيي تجو تسوالي ضرك وكي مثوالات سادك ورا جا السنه يا شوفور وريد كان بيرميني مش عارفين ابيلوت شو دنيا الشوفير ابيلوت وليس هذا شوفير لا معليش ابيلوت وكسان الكوراج يروح سا بيلوت سينا بيلوت قبل دي مريض فكيد كان ادوالي غمس هذا البيرمي ما يفكي كثيد السين ضاوا ماشي ذا جديد ذا قديم هذا جديد يسال الكوراج السين مكذين يكون سال الكوراج ياكل ونسعى الكوراج سيني صحاب جيني سيفيل ولا وانا يخدم التريسيتي وانا يخدم الاركيتكتور ونسعى كل كوراج نسعى الكوراج قيوم بحريش مثل وزارة الشريعة الكوراج اخرجوا لنا شجعانكم اطلاق من ريفيزيون تلقى نهضر كان تنول هني الا في سبيل الله لله في سبيل الله اطلاق مراجعة انا يوذ الحساب
باش تسكر النغ باش ندير ذي لها ذي ثلويث ونسار المشاكل زكا ذي الاخرث خاطر وكذا يسوع المشاكل كذن في مباشره صلى الله عليه وسلم واش داك الثروه ذاك الامه في لا جاليو يعني استخسر كلش وغنى يتوالين هو ما الصحابه نهضر في اللسن يعني شو قدران قلا في مشكله والزيك ونذماره ديال سواسا الزيك ونذماره لو كان تفضل كان لي كيستيون زيك كنت كان تورا مخالف انت ياك حس الامام مالك كان يظل ديالنا ان كل سؤال كل كلام لا ينبني عليه عمل فهو لغو السؤال من اجل عمل اتستقصد تبدا فلاح يجمع د النعمايس يروح للشيخ اسيني اشحال راه الشرغ بغد كذا قنطارا اما الزيت اما الوقت الغله تيمزين دير ذن اسدي فيك الشيخ الجواب هذا يروح داين تفرا واحد داين سؤال جواب ثورة لا ثورة نكشم دو النظن الحديث الموقوف نهضرت في المرفوع نهضرت في المسند المتصل ثورة نبضت الحديث الموقوف يخص المولاقي حديث موقوف ما هو الحديث الموقوف؟ هو الحديث الذي وقفه الصحابي على صحابي مباشرة لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حديث موقوف على الصحابي أكون نفتكر مثال يون ما إلا يخدم النذر ينذر ربي سبحانه هذه يخدم حاجة هذه يصوم 20 سنة نغا زرغا شحال يزقرنا راه يزلو نغا شحال كيني نذر غاد فنوغ الجامعة وحدي يخدم النذر والنذر وجب الوفاء به مادام تنذر سنذر ربي سبحانه أثن فافا يهلك لو كان تسحلوض أصدفكض الشفاء هاثان أدخذ كذا وكذا وكيما قال النذر بون يرتشي وين النذر ويلهي وراه خاطر لقى ندعو ربي بلا ما نخدم النذر ذي الوقت اني ما تحصل ذاك النيم في كل دين ضاين موت الزمير دارا وهذا الذي حصل على بالكم لو قاعدين نذرنا كي نضوز معاك كل حياتي يفرح ها لكن كان ربي شفوي كان يما غتحلو نغفافا اضوز معاك كل حياتي هاد يوض رمضان دي تدون ديجا يوزوم الزايف الناس مشي راه يخدم يبغى يزلو 10 يزكار نص ساعه مشي راه يخدم ما هو الحل الفقهي السؤال لكم ما هي كفارته من نذر امرا ولم يكن قادرا عليه ولسي زميرارا اش راه يخدم لا يسعى الحل فكفارته كفاره يمين ينتقل هذه يغال اماكن ذي المقيلات اماكن يقول يحنث حتى في حديث عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا وبعدين لا يطيقه سي زميرارا فكفارته كفارة يمين ولكن ما هي درجة الحديث لو كان حديث مرفوع خطأ حديث متصل خطأ حديث حسن خطأ إزمرة دين 70 خطأ هو حديث موقوف لأنه الصحابي هو اللي قاله هو ابن عباس ولكن العلماء سميطفن حديث ابن عباس يعني شو ابن عباس راه صحابي راه مفتي راه يا إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع معناه ممكن يسلغي المعنى ينس غير نثيت أو استنبطه بفقهه للوحيين القرآن دي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا ويناد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويناد بعد ذي يغال الأحاديث
النبي صلى الله عليه وسلم يجمع وكادي يستفغ الرأي الحكماكي، فهو حديث موقوف. صافي في مجال الإفتاء لم نجد حديثا صحيحا نستند إليه في المسألة. جميع الأحاديث تأمرنا بالوفاء، تأمرنا بالوفاء بالنذر. أنا غير السنة، كتب الصحاح، الموطأ، صحيح البخاري، مسلم، مسند الإمام أحمد، مستدرك الإمام الحاكم، وقال لك وين أحاديث تخدموا النذر طبقيث كنقر ثني الدوال في كاسازال غادي نتكسيت الزمارث شو كيبين غادي نصير فرحاني فرحة مليح ذا ربي سقول يصفانا نا ربي سيوضي غلفغيو قبلي الدعائي هاثنا الخدمة كذا وكذا إن السيادة ساون أكن في كثير فراث كفارة هذا النذر كفارة يمين روحات الشضع عشريه الليلا مورس الزمير دارا روحات الزمض ماشي ديريت رمضان خاصة نحن في المالكية نقدم الإطعام على الصيام حتى في الكفارة نتاع 60 يوم ثاقي منهج المدرسة المالكية قال ما يوصل 60 يوم وكس فايدين نتسكن روح على الإطعام ما دام هناك إطعام وقد ذكر الإطعام هذا السنفعان 60 يجلي راه يسنفعان صافي الحديث هاكي ونون الزميرة الكفارة اسمس النذر أن طبق فلاس آيات كفارة اليمين عند دوس الآية في سورة المائدة الآية 89 إذا غادي يرتاح غادي يرتاح خاطر يغال استعكمث أمك كان قبل غربي إن كيني واعذخث وروفا غرا ذا شرا يخدم ما يخدم كفارة اليمين غادي يرتاح وليس وهذه هي الفتوى توضل الفتوى مشي تفغ نادي جبد سيا وسيا أم بعد تفكض لا كونكليزيون أما كندنا شغل لوردونونس شغل هذه هي الفتوى يلا هذا الحديث اللي سمعتوه يخلينا حديث الموقوف ولكن البحث العلمي نتاع العلماء السابقين حذري أنبه إخواني وأنبه نفسي أولا وأنبه كل من سمع موضوع الجرح والتعديل ثورة ورزميرا يوندينا غير تسيدير ذي 1446 يوفقا 2025 أذيوغا الأربعة 5 القرون 7 القرون الردفير ويطبق الجرح والتعديل وبعدين تصدروا الفوضى عارمة ألور وقاد نزيك كما قال ابن الصلاح إنك هذا الحديث هو موقوف على الصحابي اللي هو ابن عباس ولكن وجدنا طرقا ترفعه إلى درجة الحديث المرفوع يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث يتأرجح بين الموقوف والمرفوع فإذا اعتمدنا على أنه موقوف نافع نفاث غيسلك نغلا وجدنا حلا في هذا الحديث الموقوف ميلا إذا رجعنا إلى دراسات وأبحاث العلماء السابقين المدققين رفعوه وجدوا له طرقا فصار حديثا مرفوعا أي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة انتهت علميا قارس قبالي تدس تفرز هذا ما كان سؤال نروح الحديث المقطوع الحديث المقطوع ماشي المنقطع الحديث المقطوع أورده في الأبيات خاصة البيت 103 والبيت 104 يعني المصنف اللي هو الحافظ العراقي
مدينة وسم المقطوع قول التابعي وفعله. أكيد في ذا البيت رقم 103 معنى مدينة الحديث المقطوع وجمعه جمع المقطوع مدينة المقاطيع أو المقاطع، كلاهما جمع صحيح لغويا. سيسار نختم مدام الوقت ثاني الحا. الحديث المقطوع هو الحديث الذي يكون مضافا ماشي إلى الصحابي، إلى التابعي، واحد من التابعين لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث مضاف إلى التابعي، يعني هو أقوال التابعين، أقوال التابعين. هذا الموضوع فيه بعض التفاصيل، لو كان نفتح التفاصيل أحتاج إلى وقت طويل، لذلك أكتفي بهذا البيان في هذا المجلس. أسأل الله أن ألقاكم في فرصة لاحقة إن شاء الله. جاون ثلويث أرثم لي تسلم ربي في الهون.